بتبدأ الحكاية مع موانا وهي بتجري على جزيرة وبتلعب مع هي وباقي الحيوانات، وبتفضل تتفرج على المحيط، وبتقول إن أكيد في ناس تانية عايشين في أماكن تانية، وبيكون عندها شغف إنها تطلع من المكان ده وتروح تدور على ناس في أماكن جديدة وتتعرف عليهم. وأثناء ما هي بتتكلم بتتزحلق وبتقع على الأرض في مكان في الغابة، وهناك بتلاقي فخارة قديمة عليها رمز غريب ورسمة لشعب الجزيرة، فبتاخدها وبترجع على القرية بتاعتها على طول وبتوريها لباباها. وهناك بيكون كل الناس فرحانين إن موانا رجعت لأنها جايبة لهم أكل معاها وهي جاية، وبيفضلوا يسلموا عليها، وخصوصا أختها الصغيرة سامية اللي بتجري عليها وبتقول لها إنها نفسها تكون معاها في واحدة من المغامرات بتاعتها وتاخدها معاها هي وماوي. فبتقول لها موانا إن المغامرة بتاعتها هي وماوي دي كانت مرة وخلاص خلصت، وهي دلوقتي موجودة معاهم وما عندهاش نية تعمل مغامرات غير بس إنها عايزة تكتشف شعب الجزيرة اللي كانت عليها، وخصوصا لما شافت الفخارة والرسمة اللي عليها، لأن أكيد كان على الجزيرة دي ناس قبل كده. ومن الناحية التانية بنشوف ماوي واللي عنده قدرة إنه يتحول لأي حاجة باستخدام الخطاف السحري بتاعه، وبيكون لسه واصل لمكان مهجور في المحيط وبيدور على ساحر قديم اسمه نالو، لكن بتيجي المساعدة بتاعت نالو وهي برضه ساحرة، وبتفضل تقوله إنها مش عايزاه لوحده وإنها عايزة موانا معاه. فبيقول لها إن الموضوع ده بينه وبين نالو وموانا ملهاش دعوة بيه، فبتقوله إنها هتجبره إنه يجيب موانا هنا علشان لازم يكونوا هما الاتنين مع بعض. وساعتها بيتعصب وبيستخدم الخطاف السحري بتاعه وبيهجم عليها. وفي الوقت ده بنشوف موانا في القرية وهما بيرقصوا مع بعض وبيحتفلوا شوية، وباباها بيجي وبيقول لها إن النهاردة مش هتكون مجرد احتفالات عادية، وبيعرفها إن كان في لقب بياخده واحد من القبيلة كل فترة مد وجزر، وهو لقب المرشد العظيم، ودي حاجة أقوى بكتير بالنسبة ليهم من لقب الزعيم أو القائد. وبيعرفها إن ده أول لقب مد وجزر يجي لهم من حوالي 1000 سنة، علشان كده بيعرضوا عليها إنها تكون المرشدة بتاعتهم. وطبعا بتحس موانا بالفخر وإن ده تشريف كبير ليها لأن الناس كلها وثقت فيها. وفعلا بيبدأوا على طول يعملوا طقوس تنصيب موانا بلقب مرشدة القبيلة، وبتفضل تقول لهم إنها مبسوطة بالتشريف ده وإنهم واثقين فيها، وبتتمنى إنها تجلب لهم السلام والراحة دايما. وهم بيردوا عليها إنهم بيتمنوا الأسلاف يرشدوها للطريق الصح. وفجأة وهم بيتكلموا بيحصل انفجار وبرق في السماء، وبينزل البرق ده على موانا، ومرة واحدة بتلاقي نفسها في المحيط وفي عاصفة قوية جدا، وبتبقى مش عارفة تعمل ايه ولا تهرب منها ازاي، وبتفضل تحاول انها تخرج بالمركب لحد ما بتلاقي نفسها على جزيرة، وفي واحد من الأجداد بيتكلم معاها وبيقول لها ان ده مصيرها ولازم تكون قده، وبيعرفها انها تلاقي قلب هيتشي وترجعه. دي كانت مجرد بداية، لكن المرة دي مطلوب منها انها تتحدى العاصفة وترجع الترابط بين الشعب بتاعهم. وبيقول لها تدور على موتشو فيتشو، فبتقوله انها مش عارفة هتعمل كده ازاي، فبيقول لها ان في نار هتظهر لها هترشدها للطريق. وبيتحول بعدها لسمكة ضخمة وبينزل المحيط تاني، وبيفضل يقول لها تدور على الجزيرة. وفجأة الرؤية دي بتخلص، وبتفضل موانا تقول إنها لازم تدور على موتشو فيتشو بأي طريقة. ولما بتسأل أهل القرية يعرفوا إيه عن الجزيرة دي، بيقولوا لها إنها جزيرة قديمة كانت بتربط الشعوب ببعض لحد ما حصلت عليها لعنة واختفت بالكامل، واللي عمل كده ساحر كبير جدا اسمه نالو، وكان عايز يقضي على الشعب بتاعهم كله، وبدأ بجزيرة موتشو فيتشو. ولو قدرت ترجع الجزيرة هتقدر ترجع الترابط بين كل الشعوب. بس أثناء ما هما بيتكلموا بيتفاجئوا إن في صوت جاي من بره، فبيجروا على طول علشان يشوفوا إيه اللي بيحصل. وساعتها بتشوف موانا إن في نار في السماء على شكل شهاب بيتحرك، وبتعرف إن ده المقصود وإن المهمة بتاعتها بدأت، وبتقول إنها لازم تمشي وراه وتلاقي الجزيرة. ولما بتروح على البحر تقعد شوية علشان تفكر، بتظهر لها روح جدتها وبتقول لها إنها لازم تمشي ورا قلبها وتحقق قدرها وتدور على الجزيرة. وتاني يوم الصبح بتبدأ موانا تجهز علشان تبدأ الرحلة بتاعتها، وبتقول إن مفيش حد هيساعدها غير ماوي. وبتشوف لوحة ليه على الحيطة وبتفضل تتكلم معاه، ولما بتشيل اللوحة بتلاقي واحد من القرية اسمه موني، وده بيحب ماوي جدا جدا
وشايف إنه أسطورة. وساعتها بتقول له موانا إنه ممكن يجي معاها لو عايز، لأنها هتروح تدور على ماوي. وطبعا بيفرح جدا وبيوافق. وبعد شوية بتروح تقابل أختها الصغيرة اللي بتكون مصممة هي كمان تروح معاها، لكن طبعا موانا بترفض وبتقول لها إنها هتخاف عليها، بس بتعرفها إن لما المهمة تخلص هتاخدها معاها. بعدها بتروح على البحر علشان تتحرك، وباباها بيقول لها تاخد معاها ناس في الرحلة دي علشان موني لوحده مش هيكون كفاية. وفعلا بتوافق وبيتحركوا كلهم بالمركب. ومن الناحية التانية بيكون ماوي مربوط والخطاف بتاعه بعيد عنه، وبيفضل يتكلم مع الساحرة ويقول لها إنه واثق إنه هيعرف يخرج من هنا، وهي بتقوله إنها مش هتسمح له يتحرك إلا لما موانا تيجي. بعدها بنرجع لموانا مرة تانية وهي مع أصحابها في المية، وبتفضل تقول لهم إن المحيط صديقها، وإن هما كمان لازم يحسوا إنهم أصدقاء المحيط علشان ما يأذيش حد منهم. وبيكونوا متحمسين جدا إنهم يلاقوا الجزيرة، ومتأكدين إنهم هينجحوا في الرحلة دي، لحد ما بيتفاجئوا إن في جزيرة قدامهم عبارة عن كائن بحري عملاق، وفي كائنات عليه بيرموا الحبال بتاعتهم علشان يمسكوا المركب اللي عليها موانا ويشدوها ناحيتهم، وبيفضلوا يرموا عليهم أسهم ويهاجموهم لحد ما بينجحوا إنهم يشدوا المركب كلها عليهم. وهناك بيهجموا على موانا والطقم اللي معاها وبيقدروا يخدروهم كلهم. وبعد شوية بيظهر الكائنات دول، وأول ما بيشوفوا موانا بيعرفوها على طول لأنهم اتعاملوا معاها قبل كده لما كانت في المغامرة اللي فاتت في الجزء الأول، وبيعاملوها معاملة الملوك، وبيعملوا نفسهم على شكل كرسي عرش علشان تقعد عليه. وكمان بيفوقوها هي والطقم بتاعها، وبيقرروا انهم يساعدوها علشان تخرج من المكان ده وتعدي الكائن البحري العملاق. والموضوع في الأول ما بيكونش سهل، والحبل بتاع المركب بيتقطع، لكن موانا بتجري بسرعة وبتفضل ماسكة الحبل بكل قوتها لحد ما بيعدوا. لكن المشكلة ان بيحصل تدافع للأمواج، والمركب بتفضل تتخبط منهم لحد ما بيقعوا كلهم، وبيلاقوا نفسهم في مكان غريب زي ما يكون كهف تحت البحر. بس المشكلة انهم بيدوروا على موانا وبيكتشفوا انها مش معاهم، وبيعرفوا انهم وقعوا في مكان غير اللي موانا وقعت فيه. وفجأة بيظهر قدامهم كائن وبيكون ضخم جدا، واول ما بيشوفهم بيحاول انه يهجم عليهم، لكنهم بيضربوه بسهم وبيجي في بقه، وده بيخلي ان ينزل مادة لونها ازرق بتكون زي الحمض. وبسبب المادة دي الارض بيحصل لها تآكل من تحتهم، وبيقعوا مرة تانية وبيلاقوا نفسهم في المكان اللي محبوس فيه ماوي. وطبعا موني اول ما بيشوفه بيكون مبهور ومبسوط جدا انه قابل الاسطورة ماوي. وساعتها بيقول له ماوي انه كان بقاله شوية بيحاول يخرج من المكان ده، ولحسن حظه انه جه علشان يتفرج على اللحظة التاريخية دي ويلحقها من اولها. وبيمسك ماوي حبل وبيرميه على الخطاف بتاعه، وبيقدر انه يجيبه بعدها على طول، وبيتحول لحشرة صغيرة علشان يفك السلاسل اللي ربطاه. وبيقول لهم انه هيمشي من هنا، بس بيحذرهم ان في ساحرة في المكان ده، ولو شافوها يجروا على طول علشان هي خطر وممكن تخلص عليهم. بس قبل ما يمشي بيشوف الفرخة هي فبيعرف ان دول اصدقاء موانا وبيسألهم عليها. وفي الوقت ده بتكون موانا لسه فايقة، وبتلاقي نفسها في مكان فاضي وغريب، وبتلاقي اختها الصغيرة قدامها. ولما بتتكلم معاها بتعرف ان دي مش اختها، وانها خفاش بس معمول له سحر علشان يبقى شبه اختها بالظبط. وفجأة بيظهر عدد كبير من الخفافيش، وبيكون وراهم الساحرة اللي بترحب بموانا وبتقول لها إنها استنتها كتير لحد ما جت. والساحرة بتقول لها أنا الحارسة بتاعت المكان ده كله، وبتطلب منها تيجي معاها علشان تساعدها تحقق مصيرها. فبتقول لها موانا إنها ما تعرفهاش علشان تيجي معاها. فبتقول لها الساحرة لو عايزة تكسري لعنة نالو وتلاقي الجزيرة المفقودة يبقى تيجي ورايا. فبتسألها موانا هتستفاد إيه لما تساعدها، وساعتها بتفاجئها الساحرة وبتقول لها ان نالو حابسها هنا وهي عمرها ما هتقدر تخرج، ولو هي وماوي قدروا يهزموا نالو ساعتها هتاخد حريتها وتقدر تروح تعيش في المكان اللي هي عايزاه. وبتعرفها انها خططت لكل ده علشان تخطف ماوي من بدري وتخليهم يتقابلوا وتسهل عليهم انهم يبدأوا في المهمة بتاعتهم. وفعلا بتاخدها وبتمشي معاها، وبيدخلوا هما الاتنين من بوابة، وهناك بتقف موانا على بوابة ضخمة كده بيكون ليها جنبين، وماوي بيجي وبيقف على الجانب التاني من البوابة، وبتطلب منهم ان كل واحد فيهم يضرب البوابة من الجزء بتاعه. ولما بيعملوا كده بيلاقوا البوابة فتحت وبينزل ماوي فيها،
وبتفضل الساحرة تتكلم مع موانا وتقول لها إن مصير الشعب بتاعها كله بين إيديها، وإن مصيرها هي كمان بين إيديها. ولما بتنزل موانا بتقول الساحرة لواحد من الخفافيش بتوعها إن لو نالو عرف هيخلص عليها بصعقة برق واحدة، بس على الأقل هي بتحاول تاخد حريتها. وبعد شوية بنشوف موانا وماوي لما بيتقابلوا على المركب بتاعت موانا، وبتكون موانا فرحانة جدا إنها قابلت ماوي مرة تانية، وبتقوله إن هو والمحيط أقرب أصدقاء ليها. فبيقول لها إن هو كمان فرحان إنه شافها، بس بيطلب منها إنها تنسى إن المحيط صديقها خالص، لأنهم دلوقتي عدوا البوابة وبقوا في مكان جديد غير المحيط اللي هم يعرفوه وما يعرفوش ممكن يحصل لهم إيه. وبيفضلوا ماشيين بالمركب شوية وكل حاجة بتكون ماشية كويس جدا، لحد ما فجأة بيظهر لهم وحش ضخم جدا من البحر. وماوي بيقول لهم ما يخافوش لأن دي طريقة الترحيب بتاعت نالو. هو بيبدأ يستخدم الخطاف بتاعه علشان يتحول ويهجم على الوحش، والوحش بيفضل يضرب المركب وبيعمل فيها هزات قوية جدا، وده بيخلي موني يقع في المية وكلهم بيكونوا مش عارفين يقفوا. بس ماوي بيطمنهم وبيقول لهم إنه هيقدر يتعامل مع الوحش، وفعلا بيعمل كده وبيتحول وبينزل المية. وبعد شوية بيطلع وهو ماسك موني وبيقول لهم ما يخافوش، هم دلوقتي في أمان. وبعدها بيوصلوا على جزيرة وبيقعدوا هناك شوية علشان يرتاحوا من اللي حصل لهم. وموانا بتكون قاعدة بتفكر لوحدها وحاسة إن في ناس كتير معتمدين عليها وخايفة إنها تكون مش قد المسؤولية دي، لحد ما بيجي ماوي يتكلم معاها وبيقول لها إنه واثق إنها هتقدر تحقق اللي هم عايزينه، وزي ما نجحت المرة اللي فاتت إنها تعمل حاجة محدش كان يصدق إن في بشر يقدر يعملها، يبقى أكيد هتعمل نفس الحاجة دي المرة دي كمان. وبيفضل يقول لها إنها قدرت تغير حياته بالكامل، وقبل ما يشوفها عمره ما كان عنده مشاعر ناحية أي حاجة في الدنيا، لكن بعد ما عرفها دلوقتي بقى بيخاف عليها وعايز يشجعها. وبيقول لها اللي تقدر تعمل فيا التغيير ده هتقدر تعمل أي حاجة في الدنيا. وبيفضل يشجع فيها لحد ما بتتحمس وبتقوله إنهم مع بعض هيقدروا يوقفوا لعنة نالو. بعدها بتتحرك وبتروح تطمن على موني وباقي الناس اللي معاها، وبتقول لهم إن ماوي هو اللي هيحط الخطة وإن كلهم لازم يسمعوا كلامه. وساعتها بيقول لهم ماوي إنهم هيكملوا في نفس طريقهم لحد ما يوصلوا لعاصفة نالو، وهناك هيلاقوا الجزيرة تحت المية، وهيكون هو المسؤول بنفسه إنه يرفع الجزيرة لوش المية مرة تانية. وبيقول لهم أول ما أعمل كده تجروا كلكم عليها، لأن اللعنة هتتفك بمجرد ما بشر من الشعب اللي كان ساكن الجزيرة يلمسها، وانتوا من السلالة بتاعت الشعب ده، وهتقدروا تفكوا اللعنة بمجرد ما تلمسوا الجزيرة بس. فبتقول له موانا ان الموضوع ده ممكن يكون صعب وما يبقاش بالسهوله اللي بيقول عليها دي. ولما بتبص على الناس اللي معاها بتتفاجئ ان كلهم متحمسين. وموني بيفضل يقول لها انه عاش عمره كله بيسمع قصص الاجداد والبطولات بتاعتهم، وحتى لو مات مش هيفرق معاه لان اسمه هيتكتب جنبهم وهيتقال انه كان بطل. وبكده بتطمن موانا ان كلهم متحمسين وجاهزين للمهمه، وعلى طول بيطلعوا على المركب وبيتحركوا لحد ما بيوصلوا على مكان العاصفة، واللي بتكون قوية جدا لدرجة انهم مش بيقدروا يقربوا منها. لكن ماوي بيبدأ يتحرك وبيقول لهم انه هيتصرف وبيتحول لنسر وبيحاول يقرب من العاصفة، بس بيكون صعب فبيتحول لسمكة كبيرة وبينزل المية علشان يهجم على العاصفة من تحت. وبيفضل يبدل بين شكله الحقيقي والنسر والحوت لحد ما بيقرب من العاصفة، بس بيتفاجئ لما بيلاقي العاصفة مش بتهجم عليه. ولما بيرجع على المركب بتقول له موانا انها كده فهمت ان العاصفة عايزاهم هم مش عايزاه هو. بتقول له انهم يقدروا يستغلوا الموضوع ده علشان يقدروا يشتتوا انتباه نالو ويخلوه يوجه الاعصار ناحيتهم هم، ويدوا فرصة لماوي انه يسحب الجزيرة. وبتبدأ تقول للي معاها ان حصل تغيير بسيط في الخطة، وبتطلب منهم يغيروا اتجاه المركب، وفعلا بيعملوا كده. وفي نفس الوقت بيتحرك ماوي وبيغير شكله وبيقرب من العاصفة اللي فعلا بتكون بدأت تتحرك ناحية موانا واللي معاها. واول ما بيفضى مكان لماوي بينزل الخطاف بتاعه للمية وبيعلقه في الجزيرة وبيبدأ يسحبها. والموضوع بيكون مش سهل في الاول، لكن بعد محاولات بتبدأ الجزيرة تترفع معاه. لكن المشكلة ان في الوقت ده بيستخدم نالو البرق وبيضرب بيه ماوي وبيوقعه في المية وبيخليه يفقد الوعي، وبيبدأ يهجم عليهم كلهم بالبرق. لكن موانا مش بتخاف وبتقول ان اهم حاجة انها تنقذ ماوي، وبترمي نفسها في المية علشان تخرجه. وفعلا بتعمل كده
وبتروح على ماوي وبتسحبه لبره وبتوصله على المركب. وساعتها بيبدأ نالو يزود هجمات البرق عليهم، لكن موانا بتفضل تعوم لحد ما بتنزل لعمق كبير جدا في المية وبتلمس الجزيرة. وفجأة المحيط كله بينور والشمس بتطلع والعاصفة بتختفي تماما. وبيكون ماوي فاق في الوقت ده وبيدور على موانا، ولما بيعرف اللي عملته بيقرر انه ينزل يدور عليها بنفسه. وفعلا بينزل المية وبيتفاجئ بيها وهي فاقدة الوعي تماما، فبيفضل ينادي عليها ويحاول انه يفوقها بكل الطرق لكنها مش بترد عليه. وساعتها بيطلب المساعدة من الأجداد وبيقول لهم ان موانا عملت اللي مفيش بشر يقدر يعمله. وبيفضل ينادي عليهم لحد ما بتظهر كل الأرواح وبيتحدوا مع بعض وبيقدروا انهم يفوقوا موانا وبيدوها اسورة سحرية تكريم ليها على اللي عملته. بعدها على طول بيطير ماوي وبيسحب الجزيرة بره المية بكل سهولة وبيرجع كل حاجة زي ما كانت، والجزيرة بتبدأ تتكون من جديد بشكلها الجميل. وبيجروا كلهم على الجزيرة وبيكونوا مبهورين بيها وبالشكل بتاعها، وكمان بيشوفوا مراكب بتقرب منهم وبيعرفوا إنهم من نفس سلالة الشعب اللي كان ساكن الجزيرة دي وجايين علشان يعيشوا هنا. فبتقول لهم موانا إنها كده قدرت توحد كل الشعوب مع بعض ونجحت في المهمة بتاعتها، وعشان توفي بوعدها مع أختها الصغيرة بتخلي ماوي يطير لحد الجزيرة بتاعتها ويجيب معاه سامية علشان تتفرج على الجزيرة. وبعد ما بيخلصوا كل حاجة بترجع موانا على الجزيرة بتاعتها وأهلها بيحتفلوا بيها وبيقولوا عليها إنها تستحق لقب المرشدة، وبيكونوا كلهم فرحانين وبيحتفلوا. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.